خليني احكي لكم على اغرب موقف حصل لي وانا شغال اول سنه فريلانسر من البيت. كنت اخد بروجكت جديد وكان اني اصمم لوجو، اشتغلت عليه بالايام والليالي، وكل ما ابعت للكلاينت اللوجو يروح باعت لي كومنتات وهكذا. وكل شويه بعد ما يقول لي خلاص اللوجو ده حلو يروح باعت لي تاني تعديلات. واستمرت بقى الرحله دي طويله جدا، يعني قعدنا اكتر من 5 شهور بنشتغل في لوجو واحد. وطبعا كل ده من غير فلوس زياده، ويا دوبك انا اخد داون بيمنت صغير جدا، وانا فضلت اعمل كل اللي هو كان بيطلبه، وبرده كان التصميم مش عاجبه. وطبعا كانت النتيجه اني وقفت الشغل، وللاسف كنت زمان رجعت الفلوس اللي انا اخدتها في الاول، وخسرت من وقتي اكتر من 5 شهور عشان خاطر بروجكت ما كانش يجيب ساعتها 5000 جنيه يعني. طبعا كنت محبط جدا ساعتها ومتضايق جدا، اللي هو ايه اللي انا عملته ده. الغلطه الكبيره اني ما عملتش اي عقد او كونتراكت يحدد كل التعاملات اللي هتبقى مع الكلاينت دوت، وهي حاجه مهمه وانا كنت ناسيها تماما. طبعا التجربه دي هزت ثقتي في نفسي جدا. انا افتكر ان انا كنت خايف ان انا اخد شغل جديد تاني بصراحه، بس ده بصراحه كان درس. اتعلمت ان انا قبل ما ابدا مع اي كلاينت لازم يبقى في عقد ما بيني وما بينه، بتفق فيه على كل حاجه هتعامل بيها معاه، عدد التعديلات اللي انا هعملها، الداون بيمنت مش هيرجع تاني، اخر حاجه لو الموضوع طول ووقف ايه اللي هيحصل. ومن يومها ما بقتش اقع في نفس المشكله دي تاني. وانا عشان اساعدكم اكتر حطيت لكم لينك في الويب سايت تقدر تنزل من على العقد اللي ممكن يساعدكم في ان انتوا تظبطوا الدنيا مع الكلاينت بتاعكم. لو عايز الفايل ده اكتب لي كلمه عقد في التعليقات وهبعت لك اللينك على طول. سلام.